السلام عليكم. يا رب تكون كلكم بخير وكلتوا الفسيخ والرنجة وظبطتوا نفسكم وخرجتوا ولونتوا البيض وعملتوا كل حاجة. انا عايز افكركم بقى بالفيديو اللي كان من يومين. هوريكم بس حتة من الفيديو وارجع لكم تاني. بالظبط في سوريا، واللي بيحصل ده بقاله 5 سنين، بس احنا عادي بنتغافل عنه او مش بنطنش. بس لما العدد كتر مرة واحدة، الناس اللي ماتت الناس تقريبا فاقت او ابتدوا بقى يعيطوا. بس على فكرة كلها يومين 3 وهننسى كل حاجة. شوف سبحان الله، من يومين بالظبط كان الكلام ده. حتى انا لسه قاعد في نفس العربيه، بس هو غيرت التيشيرت. قلت لكم ايه، كلها يومين وهننسى. هو ده اللي حصل بالظبط. احنا من يومين بالظبط كنا الفيسبوك ده يعتبر سرادق عزاء، وحلب وسوريا والدم وحلب تحترق، والفيسبوك كله كان لون احمر. احنا النهارده الفيسبوك ما شاء الله عباره عن مائده رحمن، ترابيزه سفره كبيره، كله بيض ملون وكله رنجة وكله فسيخ. ولا كنا من يومين قلبين الدنيا وهنعمل، وعم مارك وغير يا عم مارك علم، وغير الفيسبوك لعلم سوريا ولا علم فلسطين. يعني عرفتوا ليه هو مش، يعني عرفتوا ليه الناس مش هتتعاطف معانا. هو احنا دايما كده. هي المشكلة ان احنا بنطلع قوي ونعلى جدا 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 مع الموجة، وبعد كده ننزل على مفيش. هم عشان كده ولا هيتعاطفوا معانا ولا هيعملوا اي حاجة. احنا يا جدعان احنا شعب مجانين والله. يعني تحس ان احنا عندنا شيزوفرينيا كلنا. وانا اولكم، انا مجنون اي نعم من زمان، بس يعني انا خايف عليكم انتوا. وبعدين انا الصراحه بشهد لكم، احنا قلنا هنقلب الدنيا على عم مارك. الصراحه احنا النهارده قلبنا الفيسبوك، ريحته بقت حاجه فظيعه جدا، كله فسيخ ورنجه. هي دي الحاجه الوحيده اللي احنا قدرنا نقلبها خلال اليومين دول، احنا قلبنا ريحه الفيسبوك. ربنا معانا ان شاء الله.